ازيكم؟ النهارده جايب لكم افضل 5 افلام مصريه بالنسبه لي. ما تنسوش اول حاجه تشتركوا في القناه وكومنت برايكم عن الافلام دي في الكومنتات. في المرتبه الاولى معايا فيلم عسل اسود. في مقوله جامده قوي وانا بحبها في الفيلم دي بتقول: مين مبسوط؟ منصف مبسوط؟ وهو مش لاقي مكان يعيش فيه هو ومراته؟ ولا ولا ابتسام مبسوطة وهي مش عارفة تصبر نفسها ولا تصبر جوزها؟ ولا سعيد؟ سعيد عنده 30 سنة لسه قاعد مع أمه لحد النهاردة عشان مش عارف يشتغل ولا لاقي شغل. وبكرة هيكون حماسها زي سعيد ونوسها زي ابتسام. أنت نفسك عاجبك حالك؟ تلمي أنت عاجبك حالك؟ وفي المرتبة الثانية برضو معانا فيلم لأحمد حلمي، وهو فيلم آسف على الإزعاج. فكرة الفيلم قمة في الإبداع، وبجد أحمد حلمي عامل دور جامد فيه وتمثيل جامد أوي فيه. وفي المرتبة الثالثة معانا فيلم الفيل الأزرق. فكرة ما تعودناش عليها في الأفلام المصرية، وتمثيل برضو جامد أوي. وفي المرتبة الرابعة معانا فيلم تراب الماس. تمثيل إيه وتصوير إيه وجمدان إيه. في المرتبة